اكتر من 110 الف قطعه مصريه موجوده هنا في المتحف البريطاني اللي هو المتحف المصري فرع لندن. حاجه بجد غير طبيعيه. هتلاقي هنا التمثال بتاع رمسيس الثاني، التوابيت جايبينها، شوف دي وزنها قد ايه يا جماعه. كميه اثار غير طبيعيه منهوبه من مصر وجايه هنا على بريطانيا، طبعا زيها زي اللي موجوده في اللوفر وموجوده في ايطاليا وموجوده في امريكا وموجوده في هولندا وموجوده في كل حته. الحمد لله كانت تكيه يعني، وكله بيهيس كله بيلم. السؤال اللي بيطرح نفسه يا رجاله، الحاجات دي طلعت ازاي؟ ازاي الحاجات دي طلعت من عندنا في مصر للمتاحف هنا ولبريطانيا وللبلاد التانية؟ حاجه بجد لازم الواحد يسال. لو طالعين بورق ورق خلاص رسمي مفيش مشكله، لكن الفكره كلها ان هو هل دي خدوها كده يعني يلا حب بالحب يا عبي يابا عبي يابا، ولا اخدوها ازاي؟ وكميه حاجات غير طبيعيه. اللي فاكر ان المتحف البريطاني هنا ناهب مننا بس ميات المومياوات اللي وريناها لكم في الفيديو اللي فات، اختلف معاه تماما وهوريه الحقيقه. هنا المتحف البريطاني واخد من مصر اكتر من 110 الف قطعه اثريه يا رجاله. تعالوا نشوف مع بعض اكبر معرض للاثار المسروقه في العالم كله. ده المكان ده ناهب كل اثار العالم من جميع انحاء الدنيا، خاصه من عندنا ام الدنيا مصر. تعالوا نشوف حجر رشيد يا جماعه. الناس تدخل من الباب تلاقي حجر رشيد في وشها. بصوا الناس كلها الموبايلات هنا عامله ازاي، بص الدنيا كل الناس بتقف متنحه، والله كله عاملين كده يبصوا على حجر رشيد اللي هو فك رموز وطموس، يعني كل حاجه تبع اللغه الهيروغليفيه. من غير الحجر ده ما كانش حد يعرف اي حاجه عن الحضاره المصريه القديمه. الناس حاطينه هنا وبيفتخروا بيه. ده غير طبعا شوفوا التماثيل الثانيه، بص التماثيل، بصوا الحاجات مش ممكن. اللي يزعل ان في ناس كتيره جدا هنا شغاله في المتحف مش عايزين يتكلموا تماما. حاولنا نتكلم مع كذا واحد، محدش راضي ان هو يطلع معانا في الفيديو عشان يقول الكلام ده، وطبعا محدش عايز يقول هم جابوها ازاي. بص يا باشا، ادي تمثال، ادي تمثال تاني، ادي تمثال تالت، وكله عباره عن حاجات تقيله جدا. واحد بيستعجب ازاي الناس دي عرفت تاخدها. يعني انا مش مصدق اقسم بالله. لو اتمشى كده في المتحف البريطاني، شفنا في الفيديو اللي فات المومياوات، والناس استعجبت ان ازاي عندهم مئات المومياوات المصريه. المره دي جاي اوريكم القطع المصريه الحقيقيه، ده غير اللي في المخازن. بيقول لك في المخازن في حاجات كتيره جدا 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 جدا. تخيلوا لما يكون 110 الف قطعه مصريه موجوده هنا في المتحف البريطاني. بصوا المنظر، بصوا حاجات التوابيت عامله ازاي، بص المنظر ده يتشال ازاي ده. بصوا لما الكافن ده او التابوت اللي شايفين التابوت ده عامل ازاي، والناس بتقعد منبهره منبهره شايفين حاجه وسايبينهم، والناس تلمس عادي وتتحرك عادي وتعمل عادي مفيش اي مشكله تماما. ده وزنه ده كله ازاي يجي؟ ده غير انك انت هتلاقي حيطان، يعني بص حته معبد، كسر يابا عبي يابا ابعت يابا خلص اللي بعده. تمثال لقيناه يلا يلا يلا، فاهم؟ تماثيل اهي كبيره، بص منظر ما شاء الله الحاجات عامله ازاي، كبيره ازاي، شغال يا باشا. اسدين محطوطين شيلهم من مكانهم وهاتهم على هنا. تكيه اقسم بالله العظيم تكيه. بص المنظر مع حاجات المعابد، حاجات المعابد اللي بيلاقوه بياخدوه. مفيش ده كده اللي موجود في المعرض. ده غير اللي الناس اللي محطوط في بيوت الرويالز هنا، او الناس اللي هم العائلات الملكيه. ده غير الناس الاغنياء، ده غير الناس اللي كانوا رجال اعمال. ده غير يعني ده في بلاوي سودا طلعت بره. ملايين الملايين الملايين من القطع. في دي بس حاجه عينه بسيطه جدا من اللي بريطانيا بس اخذتها من بلادنا بالحب كده. الحاجة اللي تضحك بقى، يعني حاجة بجد تضحك، دول مش بس ناهبين حاجاتنا ولكن مستفيدين منها. يعني هنا مفروض في جعران كبير، شايفين مكانه هنا كان كده جعران كبير، ده الصورة بتاعته، والجعران ده موجود حاجة رخام بقى فشيخة ولا جرانيت، حاجة جامدة جدا. الناس هنا بيقول لك المتحف البريطاني مديه قرض لمتحف في نيويورك أمريكا من أكتوبر 25 لغاية فبراير 26. يعني كمان بيظبطوا نفسهم على قفانا احنا يا رجاله. بجد انا دي ما شفتش يعني في كذا اوبجكت هنا هنلاقيهم بنفس الطريقه دي اللي هم بيدوها لمتاحف ثانيه وبيدوها لناس ثانيه تعرضها عندهم ويظبطوا نفسهم ويكيشوا من وراها. يعني بجد ما شفتش اكتر من كده بجاحه اقسم بالله. كل ده 110 الف قطعه واكتر حاجات مصرية بس. مش عايز ادخلكم بقى على العراق وسوريا وفلسطين وبقية البلاد العربية اللي واخدين منها الحاجات بتاعتهم. يعني هنا والله بجد اكبر معرض للحاجات المنهوبة في العالم كله. كل حاجة، مفيش حاجة تقريبا بريطانية،
كل حاجه هنا متاخده من حضارات تانية وحطينا هنا. هل الناس وقفت بس ان هم واخدين اثارنا؟ لا يا رجاله، دول واخدين كمان اثارنا مستخدمينها في ان هم بيستخدموها فلوس. بصوا يا جماعه المغناطيسات، عمنا جده اهو توت عنخ امون، عمنا حورس، المومياوات بتاعتنا وحاجات توت عنخ امون، كل حاجه هنا، القطه بتاعتنا، الناس مستخدمين يعني عصرنا عصر. بصوا الحاجات، الكوبايات بتاعت حجر رشيد، كوبايات حجر رشيد، بتاعت القهوه حجر رشيد، حتى بتاع المطبخ شايفين اللي هي اللي الناس بتحطه في المطبخ وتمسك بيها الحاجات، عاملينها على شكل حاجات فرعونيه. الحاجات التانيه بتاعت المطبخ كلها موجوده هنا. شايفين البتاع المرياله بتاعت المطبخ حجر رشيد، بتاعت الكمبيوتر حجر رشيد، عاملين بص مصغر لحجر رشيد. حاجات بقى الفرعونيه شايفين، ولا تحس انك انت في المتحف المصري الكبير. بص المنظر، حاجات حجر رشيد، حاجات فرعونيه، حاجات الفرعونيه تانية. شايفين المنظر هنا بريتش، شايفين كاتبين لك عليها ايه؟ حاطين لك صوره للقطه بتاعتنا جوه وكاتب لك عليها ذا بريتش ميوزيوم. حاجه بجد يعني غريبه وعجيبه. تعال ندخل الناحيه الثانيه. بصوا يا رجاله، هل وقفوا على كده؟ شرابات مصريه هيروغليفيه، شايفين؟ معرفش ده ايه، دي حاجه كده تطلع تقريبا يعني قرفك فيها، هاند ريلاكس زي ما قلت لك، انك انت تعمل ريلاكسنج بايدك. كل حاجه، اشاربات، شايف سلك، اشاربات حرير، ميداليات، شنط، حاجات النعناع، شايفين حتى بتاعه الضوافر يا رجاله اللي بتعمل بيها ضوافرك، عاملينها على الاشكال المصريه هنا في المتحف البريطاني. كل حاجه يا رجاله، انا بجد يعني انا مش مصدق اقسم بالله اللي بيحصل هنا. وشنط تانية، وشنط على الظهر، وتيشيرتات، وكل حاجه، يعني كل ما تتخيلوا ولا تتخيلوا عملوا منه دعايه بحاجاتنا وعلى قفانا في المتحف البريطاني. اكتر من 110 الف قطعه مصريه موجوده هنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، شفتوا ازاي ان بجد الدنيا هنا لازم تتغير، ولازم نعرف ازاي الناس دي جابت حاجاتنا هنا عندها في متاحفها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، تابعونا صفحاتنا الرسميه على الفيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك، سناب شات. ترقعونا اجمد لايك، اصيع كومنت، واحلى شير عشان خاطر الفيديو يوصل لاكتر عدد ممكن حول العالم. كان معكم احمد حجاجوفيتش من المتحف البريطاني بين قوسين المصري في العاصمة البريطانية لندن. أشوفكم على خير بإذن الله في حاجات تانية كتيرة جدا. سلام.